ازيكم يا أصدقائي عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير وبألف صحة. جايبالكم النهاردة طريقة عمل الكيكة بصوص الفراولة. أول حاجة بنجيب 3 بيضات، بنحط عليهم رشة فانيليا، كوباية سكر، كوباية زيت، وبنضرب كله بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط الموجود عندكم. كده احنا بنضيف السكر، هنضربها بالمضرب، وبعد كده هنضيف الزيت، هنضيف الزيت كده تدريجي شوية بشوية، وهنجيب علبتين زبادي حجم صغير ونضيفهم برضو، ونضرب كله بالمضرب الكهربائي. لازم نضربهم كتير بالمضرب الكهربائي. بعد كده هنضيف الزبادي، احنا حطينا اول علبة، هنحط تاني علبة، وهنحتاج لنص كوباية مية الاخر هنضيفهم. لازم ينضرب كتير قوي بالمضرب، كل ما بتضربيه كتير كل ما بتدخلي له هوا كتير يقوم الكيكة تبقى هايشة كده معانا وحلوة. هنضيف الدقيق شوية بشوية، 2.5 كوباية دقيق عليهم باكو بيكنج باودر، وهنحط طبعا على الخليط معلقة خل، انا كنت عاملة صوص فراولة كده، هضيفهم على الخليط معانا وانا بحط الكيكة. بعد دي لما بينضاف بنقلب تقليبة كده، مبلاش نضربه في الخلاط او بالمضرب كتير، يدوبك بنقلبه كده بحيث الدقيق يشرب المواد السايلة معانا، وكده يدوبك. هنجيب بقى صينية نحط فيها حتة زبدة ونرشها رشة دقيق كده عشان الخليط ما يلزقش، وهنفضي الخليط شوية بشوية. هنحط جزء من الكيك وبعد كده نحط صوص الفراولة، بنوزعه طبعا على الصينية كلها. انا عاملة صوص الفراولة كده زي المربى وفيها قطعة من الفراولة، يعني انا خدت الفراولة عملت جزء قطعته قطع صغيرة كده، والباقي ضربته في الخلاط ولفيته بشوية سكر ومعلقة وليمونة، وحطيته على النار لغاية ما تماسك شوية معانا، وجيت عاملاه كده زي الصوص زي المربى بس خفيف، خفيف شوية عن المربى. احنا حطينا جزء من الصوص وفي جزء من الكيك، وهنوزعه على بعضه، وهنحط جزء تاني من الصوص، وبعد كده الكيك هنغطي بالكيك الاخر.
هنفضي بقية كمية الكيك في الصينية، وبعد كده هنحطها في الفرن. طلعت ما شاء الله جميلة اهيت. هنجيب معلقتين عسل نحل او عسل جلوكوز، وهنضيف عليهم على نص كوباية مية، وهنسقيه زي شربات كده على الكيك. وبعد كده هرش رشة من جوز الهند، ونبتدي نقطعها